ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. تعالى اقولك بقى هتعملي ايه لو عندك مناسبة حلوة او عزومة كبيرة في البيت وما عندكيش امكانيات ان انت تشتري حلويات من بره. تعالى اقولك هتعمليها في البيت بأقل التكاليف، وهتعملي شوية حلويات يشرفوا كده. انا قاسمه الفيديو على جزئين عشان ما اطولش عليكم. النهارده هنعمل شوية جلاش حلو قوي، والفيديو اللي بعديه هنعمل شوية الكنافة. تمام كده اهوت. هنبتدي بأول حاجة الشربات بتاعي. الشربات عبارة عن ايه؟ انا عندي هنا هو 6 كوبايات سكر وعليهم 3 كوبايات مية. تمام كده اهوت. ركزوا معايا كويس جدا عشان الشربات ما يسكرش منكم. الشربات ده انا بعمله ما بيسكرش خالص. انا حطيت ايه؟ حطيت 6 كوبايات سكر عليهم نصهم مية، عليهم حوالي 4 معالق كده كبار عسل جلوكوز، وأقلبهم كويس جدا. ماشي. واحطهم على نار هاديه لغايه ما السكر يفك براحته. تمام كده. تغلي الغلوتين اللي انتوا شايفينها دي، احط عصره ليمونه وتغلي بالظبط يعني كده. هو الساعه في ايدك كده، هو 5 دقايق واطفي عليه. عمر الشربات ما يسكر وهيبقى حلو جدا. واسيبه بقى يبرد. تمام. نبتدي بقى نعمل الجلاش بتاعنا. انا عندي هنا كام؟ عندي حوالي 5 كيلو جلاش. انا جايبه اللفه على بعضيها. طبعا لما تجيبيها على بعضيها بتختلف في السعر خالص غير لما بتجيبي بالنص وبالكيلو. تمام، يعني بنوفر من كل الاتجاهات. نيجي بقى للجلاش بتاعنا. هنعمله ازاي؟ بطريقة سهلة جدا ومش هتعملي مجهود خالص. يعني هتعمليه مش هتكملي ساعة زمن كده هو وانتي رصتيه وسوتيه وخلصتي حاجتك. تمام كده هو. بصوا، خدت بالكم انا ولا حطيت سمنه ولا حطيت اي حاجه في الصاج. انا برص الصاج بتاعي. الصاج ده بياخد ايه؟ من كيلو لكيلو ونص جليش. تمام. انا حطيت يعني كيلو وربع وكام ورقيه كده هو بالظبط، على حسب السمك اللي انت حباه. ده السمك اللي انت شفتيه في اول الفيديو. تمام. انا باخد كده هوك وبروح حاطه. تقولي انت ما حطيتيش سمنه خالص، اقول لكم انا مش هحط، بس مش دلوقتي. انا بحط كده اهوت. بوريكم طريقه سهله وفي الاخر بتاخدي جلاش مورق وطعمه حلو قوي وبتنجزي في الوقت. هرص الكميه بتاعتي في قلب الصاج زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام كده اهوت. مركزين معايا ولا رحتوا في حته تانية؟ اهو ركزوا بقى معايا. كده انا قربت اخلص الصاج بتاعي. بعد ما اخلصه هعمل ايه بقى عشان الخرط بتاعتي تبقى مظبوطه؟ هجيب المسطره. مسطره تكون طويله كده اهوت، او المسطره اللي عندك. ما عندكيش مسطره، بالويم كده اهو زي ايه، يبقى ليكي نظره في الحاجه. اهو بمسك المسطره كده اهو واروح ايه، مقطعه بالسكينه. بحاول ان هي ايه، تيجي الخرط كلها قد بعضيها. تمام كده اهو. انا هعمل بالمسطره اهو، بعلم اهو واروح ايه، نازله بالسكينه بتاعتي. ده كله ولا حطيت سمنه ولا حطيت اي حاجه خالص. هقطع الصاج بتاعي كله ده، هعمله مربعات. تمام كده اهو. خليكم معايا عشان انا هعمل الجلاش النهارده بتاعي بطريقتين. الطريقه دي والطريقه التانية برضو اسهل منها، يعني مفيش. انا عندي هنا الجلاش قطعته كله اهو زي ما انتوا شايفينه مكعبات. بعد كده هنزل بالايه، بالسمنه بتاعتي. هتقولي السمنه عاملاها ايه؟ السمنه انا مدفيها. لازم السمنه تتحط دافيه او زياده عن الدافيه شويه، ما يبقاش مسخناها قوي. يعني ان هي ايه، تبقى دافيه تشرب ورق الجلاش من فوق ومن تحت. كده اضمني ان الجلاش بتاعك هيطلع مورق وحلو قوي، مش مجلد كده وبيشد. وانا ضايفه على السمنه بتاعتي، يعني كل كوبايه سمنه بحط لها ربع كوبايه زيت. تمام كده اهوت. انا حاطه على السمنه بتاعتي الزيت وبرشه كده اهوت. بصوا اللي اكد لك ان السمنه بتاعتك دافيه اهو، شايفين بين المكعبات كده اهوت. بص تلاقي ان ايه، السمنه نزلت لتحت كده اهوت، مش عايمه على الوش. ليه؟ لاني حطاها زي ما بقول لكم سخنه اهي، بس مش سخنه قوي، اللي هي ازيد من الدافيه بحاجه بسيطه كده اهو. اهو واسيبها حوالي 5 دقايق كده اهوت. طبعا انا ايه، سخنت الفرن. زي ما بقول لكم النجاح اي نوع من الحلويات لازم الفرن بتاعي يبقى سخن. هتاخدي الحاجه مش هتحتاجي الشويه، هتستوي من فوق ومن تحت يعني، وهتبقى تحفه. هتقولي الكميات الكبيره دي لازم
تستخدمي اللي هو الفرن البيتي ده هقولك لا، الفرن اللي عندك وسوي فيه. بصوا بقى الطريقة التانية لو خدت بالكم سهلة جدا فوق ما تتخيلوا، وبتعمليها شكل حلو قوي سامبوكسات كده اهو. تمسكي الجلاش بتاعك اهو وتقطعي المكعبات قد بعض، تتني وتروحي مقطعه بالسكينة. خدوا بالكم من الطريقة كويس جدا اهو، بصوا بتتني وتروحي مقطعه تطلع معاكي المثلثات الحلوة دي. دي بقى لما بترشي عليها بقى الزبدة بقى وتحطي بقى في الفرن، تبص تلاقيه كده ايه ارتفعت كده وبقت مورقة وبقت شكلها حلو جدا وطعمها كمان تحفة. يعني بصوا اهي دي الجلاش بتاعي. قولي لي طب السمك احنا عملناه السمك قد ايه؟ السمك بتاعي بجيب لفة نص كيلو، يعني باخد كده هو حوالي نص كيلو وابدأ ايه اتني. بتديني معايا يعني توريقة كده حوالي 15 ايه رق، يعني المثلث بتاعي بيجي لي زي 15 رق كده. والسمنة برضو مسخناه اهو زي ما انتوا شايفين، وبرش على ايه على المثلثات بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واركنهم على جنب. الفرن بتاعي يبقى سخن، اسوي صاج صاج اهو، هيطلع لي بالجمال اللي انتوا هتشوفوه دوت. انا عندي هنا اول صاج طلع اهو من الفرن، بصوا يعني تحفة، ولا تعبت نفسي بين ورقة وورقة زبدة ولا اي حاجة خالص. الشربات باكد تاني في كل فيديوهات الحلويات بقول لكم انا بحط الشربات بتاعي دافي، ما بحطوش ولا بارد ولا سخن، بيديني طعم الحاجة تحفة. اهو انا بحطه دافي على الحلويات. ده الجلاش بتاعي. لو انت حاسه ان هو مقرمش قوي من فوق بتعملي ايه؟ بتروحي جايبه صاج كده اهو وتروحي مغطياه، بس مش بتغطيه قوي من الجناب كده وتكبسي عليه تبصي تلاقي ايه الصاج اتبخر من فوق ميه، لا بتخليه مهوي، يعني بتحطي حاجه من النص كده اهو. ده لو انت مش حابه ايه يبقى مورق من فوق قوي كده اهو وتبقى الطبقات طالعه لفوق. في ناس ما بتحبش كده، فبقول لك ايه تغطيه بس ما تغطوش من الجناب، يعني تخليه مهوي عشان ما يطلعش بخار ويتبخر. وده هي المثلثات دي ما اقولكوش بقى على طعمها تحفة. يعني سبحان الله، تقولي ما هي نفس طريقة المكعبات دي، هقولك لا دي بقى حاجة تانية خالص. تلاقي كده تاخدي كل واحدة منفصلة عن التانية كده هو، وتقطمي منها يعني مقرمشة كده هو، وفي نفس الوقت طرية من جوه. وطريقتها سهلة وبسيطة في نفس الوقت، وبتعملي كمية كبيرة في وقت قصير جدا، يعني مش مجهدة خالص. عشان كده بقولك لو عندك مناسبة وعندك حاجة وعاوزة تعملي شوية حلويات، قومي ما تعقديش نفسك واعملي كل حاجة بإيدك. وده بيكون فيديو النهاردة بتاعي، أتمنى إن هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مني. وبإذن الله الفيديو الجاي هنزل لكم الكنافة بالمهلبية والكنافة بالمكسرات، وهقولك ازاي برضو تعملي كمية كبيرة، وازاي تعملي المكسرات تبقى متماسكة فيها ما تبقاش مفرولة، مع سر من أسرار المحلات. استنوني بإذن الله في الفيديو الجاي.